في البوندسليغا الألمانية، وأنت ترى الكثير بسبب المرض. لكن أهم اللاعبين هم اللي في نهاية الجيل. هشام لما نتكلم على عمل المدرب زي ما اتكلمنا على وليد، نتكلم على داليتش المدرب الكرواتي. بصراحه عمل انجاز كبير جدا، جدد الفريق، اغلب قوام الفريق موجود. الاعتماد الاساسي على الثلاثي اللي في وسط الملعب، الثلاثي المهم جدا، الثلاثي القوي، مودريتش وبروزوفيتش وكوفازيتش، الثلاثه المشهورين اللي بيلعبوا في انديه كبيره في اوروبا ومع كاس العالم 2018 مع لوفرين طبعا. ودول الاربع لاعبين اللي فوق ال 30 سنه يا هشام. انما هو ما تبص المعدل بقيه اللاعبين كاعمار، لاعبين جيدين ولاعبين مستوى. في غياب بروزوفيتش، سوزا مش موجود في تشكيله المنتخب الكرواتي، يعني وانه المنتخب الكرواتي يعول على ماير، يعول على ستانيليتش، يعول على لاعبين اعطاهم الفرصه مثل. بالنسبه للكروات هذا يعطيه كان زلاتكو وقام بعمل على مستوى عالي، بالرغم انه الجيل الحالي في منتخب روسيا الكل كاس العالم في روسيا، المنتخب الكرواتي قام بالاعتزال ثلاثي. ليس لهم الخبره الطويله. اذا هناك من يشارك لاول مره. اليوم هو يلعب بثلاثه مدافعين، واعتقد ان الكروات جاهزين لخوض مغامره. دخول اللاعبين على ارضيه الميدان للقيام بالعمليات الاحمائيه بالنسبه للمنتخب الكرواتي، في انتظار لعيبه المنتخب المغربي. قبل ما نتحدث عن تشكيله المنتخب المغربي يوسف، سنستمع الى ما قاله وليد الركراكي قبل عن دخوله الى استاد وليد الركراكي. مباراة أخيرة لكي تقدموها دون أدنى شك، تبدأون هذه المباراة بعقلية إيجابية. سوف رأيناكم تلعبون المباراة الأولى أمام هذا المنتخب، وهو القدر يعيدكم الآن للعب المباراة الأخيرة أمامهم. هذا صحيح. لو قيل لنا في بداية البطولة أننا سنواجه كرواتيا لمباراة الترتيب، لا أظن بأننا كنا سنتوقع ذلك، ولكن نحن سعداء بهذا الأمر. المنتخب الكرواتي قوي جدا، ورأينا مدى صعوبة المباراة الأولى أمامهم. ربما الآن الضغط أقل دون أدنى شك، كلا المنتخبين سيكونان متحرران ويحاولان الفوز. أتمنى أن نرى مباراة جيدة ونحصل على المركز الثالث. مباريات الترتيب دائما ما تكون صعبة للتصرف، خاصة على المستوى الذهني بالنسبة للاعبين. كيف يمكن أن تجعل اللاعبين يركزون في هذه المباراة؟ كيف تشرك كل اللاعبين؟ كيف تتصرف مع كل إصابات اللاعبين وإلى ما غير ذلك؟ حاولنا أن نقدم أفضل منتخب ممكن للفوز مع الإصابات كما تفضلت وذكرت، كذلك بعد هضم الخسارة وتعود بعد يومين من خسارة نصف النهائي وتلعب، هذا صعب. كذلك كان هناك إصابات كثيرة في نصف النهائي والكثير من اللاعبين غير متوفرين، ولكن كما قلت من سيشارك اليوم سوف يقدم أفضل ما لديه، وسيحاولون استغلال فرصتهم لإبراز أنهم يستحقون اللعب أكثر خلال المنافسة. حظا سعيدا، شكرا. دخول كل اللاعبين على أرضية الميدان بالنسبة للمنتخب المغربي الكل، بما فيهم الاحتياطيين، صح ولا؟ دايما الكل يسخن، كله يسخن، 26 لاعب يسخن. في بداية البطولة دائما هم يسخنون، وهذا شيء مهم هشام، لأن جاتنا إصابات قبل بداية المباراة تقريبا مرتين. اللاعب دائما البديل دائما لازم يكون جاهز للتسخين، وشاهدنا في مباراة بلجيكا، مباراة فرنسا كذلك كان تسخين لاعب أكرد لكن لم يدخل للمباراة، لم يبدأ المباراة، بدأ اللاعب داري. اليوم تشكيل تقريبا هشام هناك تغييرات هذا التشكيل، تقريبا 5 تغييرات هذا التشكيل الأساسي اليوم. أيوه، يلعب بقلب الدفاع. قلب الدفاع اليوم يلعب داري مع ياميق، يلعب الأربعة اليوم مو بالخمسة، يلعب 4 ياميق وداري، حكيمي في الجهة اليمنى وعطية الله في الجهة اليسرى. لحظات المدافعين اليوم يبدأ كذلك عطية الله كلاعب أساسي، مع الحارس دائما نقول دائما يعطيك ثقة باللاعبين، حارس مميز، أحد أفضل الحراس في هذه البطولة. داري مع الياميق ثاني مباراة يلعبان مع بعض في هذه المباراة، صحيح أن المستوى كان جيد في آخر مباراة. اليوم يدخل لاعب جديد والخنوس في وسط الملعب. خنوس هذا عمره 18 سنة هشام، هذا مدى قوة لاعب عنده إمكانيات كبيرة جدا. 19 18 سنة.
بالاضافه الى صابيري ولاعب مرافق اللاعبين في وسط الملعب. يلعب زياد في الجهه اليمنى وبوفال في الجهه اليسرى، ولاعب نصيري كراس حربه. نفس الاسلوب، نفس طريقه اللعب لا تتغير. 4-1 دائما، مع مرافق دائما وجه عنده ربما تعليمات اكثر، نواحي دفاعيه امام المدافعين دائما يعطي اكثر، خصوصا في عمليه التغطيه، في عمليه افتكاك الكره، وكذلك في حمايه المدافعين، لانه اليوم دوره كبير اليوم مرافق في حمايه قلبي الدفاع اللي هو اليميق واللاعب داري. بالاضافه كما قلت الى تواجد الخنوس، كما قلت عند اللاعب عنده 18 سنه، لعب وسط نادي فريق الهند، وكان مطالب ببلجيكا. بلجيكا كانت تجري وراء اللاعب اللي ربما انضم الى المنتخب، لكن هو فضل المشاركه مع المنتخب المغربي. بالاضافه للاعب صابيري اللي في اعتقادي احد افضل اللاعبين المواهب اللي اكتشفناهم في هذه البطوله. لاعب مميز، لاعب عنده قوه خصوصا في التسديد من بعيد، بدنيا قوي في عمليه الضغط، في عمليه افتكاك الكره، ثم لاعب بوكس تو بوكس يعني يساند اكثر من النواحي الهجوميه. زياش موجود في الجهه اليمنى، وبوفال دائما قوه اللاعبين عندنا الاطراف. زياش يكون اكثر حاضر من الجانب الهجومي، نفس الشيء بالنسبه لبوفال. ونصيري كذلك مقدم بطوله اكثر من رائعه. هي تشكيله متوازنه هشام، تعطي فرصه اكثر من اللاعب مع الاحتفاظ بنفس الاسلوب ونفس طريقه اللعب. مباراه مهمه نحتاج ان شاء الله الى الفوز والضغط اكثر. المباراه ليست بالسهله، لكن ممكن في هذا الاستوديو بعد قليل. العمود الفقري الفريق والمنتخب موجود. صحيح أعطى فرصة لبعض اللاعبين اللي أتوا أيضا للمونديال للمشاركة أيضا في هذا المشروع، لكن يبقى لاعبين على مستوى. أورسيتش، ماير، ستانيسيتش، سوتالو، كلهم لاعبين مميزين، لكن أظن بأن الطريقة سوف يلعب بها فهي طريقة أيضا أكثر هجومية، لأن عرف في المباراة الأولى وجد مشاكل مع المنتخب المغربي في اختراقه من العرض، لذلك فهو يلعب تقريبا بهذه الطريقة للسيطرة على وسط الميدان ولمساندة، ليصبح تقريبا بخمس لاعبين واثنين مهاجمين، خمسة في وسط واثنين في الهجوم، لتصبح دائما التفوق العددي في الثلث الأخير. أظن بأن المنتخب المغربي عليه أن يكون حذرا من هذا وسط الميدان، على زياش وعلى بوفال أن يعود إلى وسط الميدان لكي يصبح خمس لاعبين أيضا على الأقل، تكون هناك تكافؤ وسط الميدان. من ناحية الهجوم النصيري كمهاجم أمام ثلاث مدافعين لازم أيضا تكون هناك مساندة، لأن النصيري كيفما كانت قوته كيفما كان اجتهاده في الأمام فهو يحتاج أيضا لمساندين، وخصوصا الذين سوف يكونوا قادمين من الخلف كعطية الله وحكيمي. سنتحدث عن المغرب بتفصيل أكثر، لكن الآن ننتقل مباشرة إلى منطقة كبار الشخصيات مع الزميل جمال حسن. شكرا جزيلا لكم، تحية طيبة لكم ولضيوفكم الكرام، تحية طيبة لكل متابعي قنوات بي إن سبورت.